هم الرجال الذين فروا من السجن. دعهم الآن، لدينا ما هو أهم منهم يا شبر. فاليوم ستراق دماء وتزهق أرواح كثيرة. تمهلوا تمهلوا. أنا مروان بن الحكم والي وحاكم المدينة، أريد أن أسألكم سؤالا. يا ابن الحكم، خير لك أن تلأف بنفسك ونفوس أصحابك وتتنحى جانبا عن طريق المعزين بمصاب الحسن بن علي، وإلا فقسما بالله العلي العظيم إن حالنا الآن حال إذا امتشقنا معها السيوف لن نترك منكم أحدا على قيد الحياة. يا عدي، قلت إنني أريد أن أسألكم سؤالا، فهل هذا هو الجواب على سؤالي يا عدي؟ إننا نريد أن يدفن الحسن بن علي في مسجد النبي بجوار جسد جده الرسول. ليس لكم هذا. يقول لا يمكن. لا يمكن. كلا لا يمكن. وهل أجاز بنو هاشم أن يدفن جسد عثمان بن عفان بجانب قبر النبي؟ لا شأن لنا بعثمان، إنما نتكلم عن الحسن بن علي. إن الحسن بن علي سبط رسول الله وحبيبه، وعثمان كان كاتبا للقرآن ومن أقرب أصحاب رسول الله. صح أنت أيها الكلب الأسود، فوالله إن امتدت يدي لسيفي هذه المرة لأضربنك ضربة تلحقك من ساعتك بجدك الملعون ابن الملعون. هيا الله على مهلكم، أقلعوا عن هذا. إن لي حجة أخرى على منعي من دفنه هنا. فقد أرسلت أم المؤمنين رسولا إلينا الآن أبلغنا أمرها الذي يقضي وبدون أي جدال بأن لا يدفن جسد الحسن بن علي في مسجد النبي، هذا وحسب. تحركوا.